السلام عليكم ورحمة الله لزامي. عدنا لكم من جديد في حلقة من حلقات قناتكم على اليوتيوب كور اونلاين، في درس او موديل جديد اللي هو ماركتينغ استراتيجيك، في واحد فقرة من فقرات ديالو اللي هو في الماتريس بي سي جي. ماتريس بي سي جي او لا ماتريس بوسطن، او لا بالعربية كيقولوا ليها مصفوفة ديال بوسطن. مصفوفه ديال بوسطن شنو كيكون فيها؟ جوج الحوايج. اي مصفوفه تيكون فيها جوج الحوايج اللي هو لا بار دو مارشي ريلاتيف، يعني الحصه السوقيه او لا الحصه السوقيه. طو كرواسونس دي مارشي او لا نسبه نمو السوق. مثلا كيفاش غادي نشرحوا هذه؟ مثلا نسبة أو لا الحصة السوقية العربية شنو معنيتها مثلا واحد عندنا، نعطيو مثال ديال التليفون بورتابل. واحد الشركة كتصاوب لي تليفون بورتابل، خرجاتهم مثلا للسوق، يعني هذيك الحصة السوقية مثلا خرجتهم هو السوق، مخرجة اول دفعه غتخرج تقريبا، او لا كاين ما يسمى مثلا عندها مثلا شركه كتنتج التليفون، ولكن شمن تليفون بالضبط كتنتج ماركه مثلا ديال ايفون. غنمشيو مثلا للسوق غنلقاو لي تليفون هانوكيا، كاين الكاتيل، كاين ال جي، سامسونج، مثلا ايفون. حنا بغينا نشوف هذا الايفون الحصه ديالو، مثلا هذاك العدد كامل ديال التليفونات اللي كاين في السوق، مثلا الحجم المالي ديال التليفونات اللي كاين في السوق مثلا هو مليار مثلا. وهاد الشركه هذه خرجات هذاك المنتوج ديالها، اول دفعه ديال المنتوج ديال الايفون خرجاتها، من بعد واحد المده ربحات فلوس، دخلات شي فلوس من هذاك الايفون. دونك النسبه ديالها مثلا كان هو مليار، دخلات هي مثلا دخلات هي 40,000، او لا تقريبا نقولوا بان النسبه او لا الحصه السوقيه هي 40%. يعني مثلا هي شحال دخلات في الحجم ديال السوق كامل، شحال دخلات هذيك الماركه ديال الايفون في ذاك الحجم كامل ديال السوق. مثلا مليار ديال التليفونات اللي داخله السوق فيها نوكيا، سامسونج، ال جي الى غير ذلك، هذا الايفون دخلات 40,000. هذه كتسمى الحصه السوقيه. درجه نمو السوق او لا طو كرواسون دو مارشي هي مثلا في 2012 كان واحد الاقبال ديال 10% على الايفون، من بين هذاك الشيء كامل اللي خرجت الشركه للسوق، كان واحد الاقبال ديال 10% من داك المنتوج ديالها. في 2013 تزادت 10% اخرى من الاقبال على داك المنتوج، يعني شحال ولات 20%. هذه هي اللي كتسمى درجه نمو السوق، يعني كل عام بشحال كتزاد نسبه الاقبال على داك المنتوج اللي حطت الشركه في السوق. كل عام شحال كتزاد نسبه الاقبال. غنشوفوا هاد ماتريس بي سي جي بي سي جي عفوا كيفاش داير. هنا بالنسبه تيكون على هذا الشكل، تيكون بحال الشكل ديال ميبيان او لا مجال، عباره على واحد المجال. في هاد الجهه هادي تيكون طو كرواسونس دي مارشي او لا نسبه نمو السوق، كيف ما شرحنا سبق لي وشرحت لكم. وهنايا لتحت تيكون لا بار دو مارشي ريلاتيف، يعني الحصه السوقيه، شحال الحصه ديال هذاك المنتوج اللي خرج في السوق. دونك هنا الفوق كيكون لي فور قوه، درجه القوه، هنا الفور، وهنايا الفيبل. غادي نشرحوا كل وحده على حده. دونك عندنا مثلا هاد الاولى هذه ديليمن فيبل رونتابيليتي فور بوزوان اون فينونسمون، يعني درجه نمو السوق مرتفعه، يعني الاقبال كيتزايد، يعني اقبال مرتفع على داك المنتوج اللي خرج السوق، ولكن الحصه ديالو في السوق منخفضه، يعني الحجم ديالو الحصه ديالو اللي
اللي كيدخل مثلا منخفضه. يعني مثلا كاين واحد الحجم ديال مليار ديال التليفونات، هو يلاه دخل مثلا 10,000 درهم ولا تقريبا بحال هكا، يعني في البدايه الاولى. دونك هنايا اشنو خصو يدير في هاد ديليمان؟ خاصو باش يستثمر اشنو خصو يدير باش يتحول ايطوال. يعني يعني خصو يدير، خصو يستثمر باش يرفع من الحجم ديال او لا الحصه السوقيه الحصه السوقيه. باش يرفع من الحصه السوقيه خصو يستثمر، خصو يخسر فلوس. يعني شنو خصو يدير؟ خصو يخرج تليفونات بزاف للسوق باش الاقبال يبقى متزايد وحتى الحصه تزاد. مثلا لا خرج هو مثلا 1000 دفعه وعطاته 10,000 درهم باش يستثمر، يعني خصو يخرج عاوتاني مثلا واحد 20,000 دفعه باش تعطيه نسبه او لا درجه النمو او لا الاقبال كبير. هنا خصو يستثمر باش يتحول ايطوال. ايطوال راه التسميه ديالها داله عليها، ايطوال يعني النجم، يعني شي حاجه ساطعه، شي حاجه اللي عندها واحد القوه. ونسيت اللي ما قلت لكمش بان الديليمان كيكون فيها المنتوجات الجداد. يعني كيف ما راه باينه واحد المنتوج يلا خرجناه للسوق جديد باقي جديد، دونك درجه النمو يعني الاقبال غيكون عليه كبير بيان سور، لان بنادم غيبغيو يكتشفوا. ولكن الحصه السوقيه منخفضه، يعني يلا خرجت واحد العدد قليل، ما يمكنش هي يلا داخله للسوق وغتخرج عدد كبير او لا نسبه كبيره بزاف، ما يمكنش. دونك كتخرج واحد النسبه باش تشوف هذيك الدرجه ديال او القوه ديال المنتوج ديالها في السوق كيفاش دايره. هذه بالنسبه لديليمن، يعني كيف ما قلنا درجه نمو السوق مرتفعه ولكن الحصه السوقيه منخفضه. يعني خصو يستثمر باش يتحول ايطوال. ايطوال راه الاسم ديالها دال عليها كيف ما قلت لكم، يعني نسبه او لا درجه نمو السوق مرتفعه وحتى الحصه السوقيه مرتفعه كذلك. يعني خرجات مثلا 10,000 بياسه من لي بورطابل وربحات منهم داكشي اللي بغات. يعني الاقبال كان كبير بزاف، العدد ديال لي بورطابل في السوق كبير اللي خرجات وحتى الاقبال كبير. يعني بون رونطابيليتي او بوزوان دو فينونسمون، يعني نسبه يعني درجه نمو السوق او لا نسبه نمو السوق مرتفعه، الاقبال مرتفع وحتى العدد او الحصه السوقيه مرتفعه. بالنسبه فاش الي او البقره الحلوب، شنو هي اسم ديالها تيدل عليها حتى هي. دونك البقره الحلوب يعني عندها درجه نمو السوق منخفضه، يعني الاقبال منخفض، ولكن العدد ديال او الحصه السوقيه راه مرتفع. يعني مثلا درجه نمو يعني الاقبال منخفض، مثلا هي خرجت واحد العدد، خرجت او لا مثلا دخلات، مثلا هي خرجت غير 10,000 بياسه ولكن دخلات من وراها فلوس بزاف. يعني ما خرجتش العدد ديال لي بياس بزاف ولكن ربحات فلوس بزاف. هنايا الوضع ديالنا مزيان، يعني هنا السوق وصل لحاله النضج. هنا فاش الي يعني السوق وصل لحاله النضج، حاله ناضج، يعني الحاله ديالنا مزيانه يعني ما عندناش مشكل، الحاله ديالنا مزيانه في السوق. هنا بالنسبه هنايا شنو خصو يدير؟ نسيت لي ما قلت لكمش بان في الاطوال خاصو يستمر في الاستثمار باش يحافظ على المكانه ديالو في السوق. هو المكانه ديالو مزيانه ولكن خصو يحافظ على الاستثمار، خصو يزيد يستمر في الاستثمار باش يحافظ على المكانه ديالو. خصو ينتج بزاف باش ما تكونش عنده المنافسه من طرف اخر. بالنسبه لافاش الي اش خصو يدير؟ ما خصو كاع ما يبقاش يستثمر، لا داعي للاستثمار، صافي الحاله ديالنا مزيانه في السوق، خرجنا عدد قليل مثلا، الاقبال قليل ولكن راه داكشي اللي تندخلو راه كبير، يعني السوق ديال الحاله ديالنا مزيانه. اما بالنسبه لبوان مور او لا او لا بوان مور او الوزن الميت بالعباره، يعني شنو وقع لينا هنايا؟ يعني درجه نمو السوق او لا درجه يعني الاقبال قليل
وحتى داكشي اللي كنربحو راه قليل، اقبال قليل، وداكشي اللي كنربحو يعني داكشي اللي ربحنا من داكشي الدفعه الاولى مثلا ما ربحناش فيها بزاف. خرجنا مثلا 10000 بياسه، ويلا كان واحد الاقبال قليل، يعني واحد 1000 ديال الناس اللي جاوبت مع داك المنتوج، يعني وما دخلناش شي ربح بزاف، يعني يلا دخلنا 2000 درهم ولا 3000 درهم. يعني هنا درجه نمو السوق، يعني الاقبال منخفض، وحتى الارباح او الحجم ديال الربح ديالنا في داك السوق منخفض. يعني هنايا واخا نستثمروا ما كاينش جدوى، ما كاينش فائده من الاستثمار، يعني خاصنا غنسحبوا من السوق. يعني في هذه الحاله الانسحاب من السوق هذا هو الحل اللي كاين. بالنسبه اللي بغيت نشير، يعني هاد ماتريس بي سي جي هو اللي كيعطينا الوضعيه ديالنا في السوق، واش غادي نحافظوا على المكانه ديالنا في السوق او لا نطوروها او لا نسحبوا من السوق. يعني من خلال هذا الشيء كتمكننا الدراسه باش يا اما نسحبوا ولا نبقاو في السوق. شكرا، انتهت الحلقه ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا وتكون هذه الحلقه فادتكم. زوروا لاشين ديالنا على اليوتيوب كور اونلاين، تابوناو معنا باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا، وزوروا صفحتنا على الفيسبوك /gestion.entreprise. شكرا لكم.